منصات التواصل الاجتماعي أذاعت خبرا كاذبا ونشرت هذا الفيديو الكاذب، وكاذبت الإمام الجزائري مكاذبة ونسبته له، واختلقت أقوالا غير صحيحة لتشوه ملامح وجه الإمام. اشتهر هذا الإمام بالقطة، فادعوا أنه يرقص مع النساء في ملهى ليلي أو ما شابه ذلك. يودون أن يشوهوا سمعته ويخدشون وجهه خدوشا ليصير قبيح المنظر، وهذا افتراء واضح لا غبار عليه، سنوضحه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. بعد انتشار المقطع المشهور مقطع الإمام مع القطة، كان مقطعا من غير تصنع أو إجهاد فكر، مقطع عفوي تجاوز في 24 ساعة مليار المشاهدات، مقطع حقق رقما قياسيا في وقت وجيز. هنا ظهر الحساد وشعروا من جراء ذلك المقطع بالحسرة، وتمنوا أن تزول نعمة الشهرة للإمام وتتحول إليهم. الحسد يأكل الحسنات يا حساد كما تأكل النار الحطب. كل حاسد في عينيه عود. عبروا عن حسد واضح، يحقدون على الإسلام ويحقدون على الملتزمين الملتحين، لا يريدون إظهار صورة حسنة للملتحي الملتزم، دائما يظهرونه أنه شخص عنيف ومجرم، صوته مفزع ومخوف، وهو يزعق في وجه الناس دائما، يستقبل الناس بوجه عبوس ولا يبتسم لهم. هكذا هم يريدون إظهار الملتحي في مسلسلاتهم وأفلامهم، وهذا سعيهم الدائم. هذا المقطع كان ضد إرادة نفوسهم وميلها، يتصرفون على هواهم لتشويه هذا الإمام الجليل. كفى ظلما وهرطقة يا أصحاب الملل والنحل. الناس يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق. للأسف كثير من الناس يصدقون أي شيء، فهذا المقطع هو مقطع نشر في زمن سالف على حساب التيك توك، مقطع ليس للإمام، مقطع كعادته يظهر أن الملتحي الملتزم له صورة سيئة. ألم نقل لكم ذلك في بداية الأمر؟ هو هدفهم الدائم والمنشود، سعيهم لتشويه صورة الملتحي. فالشخص الملتحي ما دام ملتزما فهو يبحث دائما عن الصلاح، ولا يهتم بخسائس الأمور، لا يهتم بالأشياء الحقيرة التافهة الناقصة كما يفعل أعداء الدين. للأسف الشديد هناك من يصدق هذا الفيديو، فالرجل الذي يرقص لا يشبه الإمام في شكله وصورته، فهناك اختلاف واضح بينهما. سذاجة المرء وعدم الوعي تجعله يصدق أي شيء. سلامة النية لبعض الناس يستغلونها كثير من الصفحات لنشر هذا المقطع، يشاركون في نشر الادعاءات والأوهام والافتراءات. بالله عليكم، كيف تنشرون اتهامات جوارحك مسؤول عنها أمام الله؟ فكل ما تفعله وتشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستسأل عنه أمام الله عز وجل. ستشهد عليك جوارحك يا من شاركت هذا المقطع، يا من صنع هذا المقطع لتشوه الإمام الجزائري. ستسأل أمام الله تعالى. اتق الله في نفسك. أين أنتم من قوله تعالى: